مظهره غير المتناسق والشيخوخة التي غزت كل أركانه تؤكد على عبث أصابع الزمان به. قصر كاباو. كاباو تلك المدينة التي لم يصل البحاث بعد إلى أسباب تسميتها ولمن تعود. إلى حد الآن لم نصل إلى التسمية الصحيحة لمدينة كاباو. كاباو منها من ينسبها إلى قبيلة نفوسية قديمة اللي هي كابا. هل الكلام هذا صحيح أم لا؟ لست أدري. منها من ينسب هذه المدينة إلى المناضل أو البطل الكبير اللي هو اسمه كباون، هذا اللي حارب الويندال في ضواحي طرابلس، أيضا هذه تسمية ثانية. بعض المؤرخين أمثال المستشرقين ينسبونها إلى أنها هي عبارة عن تجمع لمجموعة المدن المحيطة بها، بحيث أن يسموا فيها مثلا باللغة العربية يقول لك مكوبة، أي بمعنى تجمع أو تجمع فيها الناس. لكن أيضا هذه التسمية حتى هي ما عندهاش دلالة وما تعطيش اسم صحيح أو أصل للمدينة. عن من تبحث أيها الشيخ؟ فالقوم الذين كانوا ها هنا رحلوا ولم يبق غير الجدران التي شهدت على أصحاب هذا المكان الذي لم يعرفهم عصرك. المنطقة الجبلية ككل يعني ما كانت على جاهلية، كانت على ديانة سابقة، يجوز أن يكون يهودية وبعدها نصرانية وبعدها مسيحية، لأن الآثار الدالة الآن تدل على أن فيها معابد مسيحية في هذه المدن. وكما كان حال أناس ذلك العصر يجمحون بالخيال، كان في باحة القصر مقام لشيخ يضفي الأمن والأمان على أرزاقهم التي وضعوها بين يديه. القصر هذا بالذات موجود من شكله نوعين، أو من هالنوعية من هالقصور هذه نوعين، منها القصور المستطيلة اللي هي زي قصر نالوت وقصر فرسطة وغيرها من القصور، وفيها القصور الاسطوانية اللي هي الدائرية زي القصر هذا الكباو، وقصر مثلا قصر الحاج، في قصور في جنوب قصر في تطاوين في الجهات هذه موجودة نفس عام الدباب وغيرها هذه نفس العملية. ترحل الأقوام وتظل أثارهم شاهدة على مرورهم، تثري الحاضر رغم شح المعلومة، ويظل المشهد الشاهد الناطق عن نفسه.